السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى جمال الحجازية. طبعا الحجازية دي حاجة مشهورة عندنا احنا في اسكندرية، مش عارفة بقى بقية يعني المحافظات مشهورة كده ولا لأ. هوريكم بقى خطوة بخطوة الحجازية هنعملوها ازاي، وهنحطه مكون كده هيخليها خفيفة وطرية معاكم. طبعا بصوا بقى بتتقطع ازاي، يعني هوريكم بقى خطوة بخطوة وتعالوا معانا نشوفوا هنعمل الحجازية بطريقة سهلة ازاي وبسيطة خالص. اي ست بيت هتبقى ما شاء الله عليها بعد الفيديو ده هتبقى أستاذة فيها بإذن الله. معلش بقى ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، والله انا مش عارفة في ايه، الوقت بيبقى قصير خالص ومنلحقش نعمل الفيديوهات. يلا بينا نشوفوا المكونات بتاعة الحجازية. بصي مكوناتها سهلة جدا. نص كوباية مية، كيس خميرة، هنحطه بقى كيس الخميرة كله سهل. بص بقى المكون اللي انا بقولكوا عليه اللي هو معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر لازم اتلخبط، لازم معلقة بيكنج باودر هتخليها معاكي هشة كده وخفيفة. هنقلبوهم كده مع بعض. بص السمنة انت حرة بقى، عايزة تحطي كوباية السمنة نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت ماشي، عايزة تحطي كوباية السمنة نص كوباية زبدة ونص كوباية سمنة عادي معاكي يعني. حطيت كده انا نص كوباية السكر، يبقى انا كده حطيت نص كوباية مية، نص كوباية سكر، معلقة بيكنج باودر. نفضوا السمنة، ادي السمنة. انا حاطة زبدة على سمنة، براحتك بقى، عايزة تحطيها كلها سمنة، عايزة تحطي سمنة وزيت، حسب بقى الميزانية بتاعتك انت حر. هنقلبوهم كده مع بعض كده تقليبة حلوة عشان السكر بس ايه يبدأ يدوب معانا. طبعا المية دافية مش سخنة، انا طبعا حاطة السمنة ساقعة فعشان كده هي ايه تقلت معايا السمنة. ممكن ايه تدفي السمنة شوية. هنحط كوبايتين الدقيق، دقيق ابيض عادي بتاعنا، ونحط كوبايتين اللي هو دقيق السميد او السمولينا حسب بقى ما تسميه، ومعلقتين كبار عليهم، يعني مع كوبايتين دقيق سمولينا وعليهم معلقتين، وكوبايتين دقيق ابيض، ودوت كيس فانيليا. هنطلع دي بقى كده ونعمله بصوابع ايدينا، يعني هتعمليها ديت بالطريقة دي كده، مش هتعجني، لا هتفركي كده. سهلة خالص والله، يعني ما خدتش وقت خالص، هي بس ايه اللي بياخد وقت بتاعها ان احنا بنسيبوها بقى تخمر على الاقل 3 ساعات، يعني 3 ساعات سيبيها تخمر، لان الدقيق السمولينا دوت بيغيب شوية في التخمير. انا حطيت كده بق مية بس كده، يعني احنا كده حطينا نص كوباية مية والبق المية دوت بس، وتفضلي بس تقلبي بصوابع ايديكي كده بالطريقة ديت. جماعة اللي ما عملش لايك يا ريت يعمل، ونكتب في الكومنتات كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا لازم تبقى اول ما تبرميها في ايدك وتلاقيها طرية كده يبقى كده خلاص العجينة بتاعتنا كويسة خالص. هنعمل الحشو كوباية دي سمولينا، وكوباية سكر، و3 معالق قرفة. بصي ما بتحبيش القرفة ممكن تحطي معلقة قرفة واحدة بس، ومعلقتين كاكاو. هنرشه كده شوية مية حبة بحبة لحد ما نخلوها عاملة زي حبوب الرملة كده، مندية معانا كده. رشرشي كده وقلبي، رشرشي وقلبي، بس هو ده الحشو بتاعنا. على فكرة الحجازية يعني حاجة جميلة أوي، احنا بنحبوها هنا عندنا في اسكندرية، تحفة والله. يعني ساعة صبحية كده تفطري بيها مع كوباية شاي بلبن، تتعشي بيها مع كوباية شاي بلبن، جميلة وخفيفة كده. انا ما بحبش احط، يعني انا وانا هوريكم دلوقتي انا بحب اعمل الرق بتاعها خفيف قوي، مش بحب اعمل العجينة تبقى تقيلة وتخينة،
بحب اعملها ان هي تكون العجينة بتاعتها خفيفة كده. خمرت معانا هنقسموها بالنص بالطريقة دي. هنبدأوا بس كده نلموها مع بعضها كده، ونعمل النص التاني كده. طبعا لو صينيتك اكبر ممكن بقى انت يعني ضعفي المكونات بتاعتك. صينيتك اصغر وحابه ان انت تعمليها ان هي اللهم صل على النبي العجينه تبقى اتخن، يعني عايزه العجينه ما تبقاش ضعيفه ورقيقه زي ما انا عاملاها كده، لا انت ممكن تعمليها في صينيه اقل من دي. هنفردها كده واحده واحده، يعني افردي بالراحه كده واحده واحده. انا دهنت الصينيه سمنه، وتفردي بقى بالراحه كده معاكي. ولازم تكوني عامله لها سور. انا فردتها، بصوا سيستها خالص وفردتها، لان انا بحب العجينه بتاعتي تبقى ضعيفه زي ما قلت لكم. ما بحبهاش تكون ايه تخينه يعني. هنفضوا بقى الحشو بتاعنا دوت بردك. وبردك لو انت عايزه تكتري الحشو بايدك بردك تزودي الحشو شويه لو انت بتحبي الحشو كتير. بس انا شايفه اللي هو المقدار ده، انا على قد صينيتي وعلى قد المقدار ده احنا بنحب، يعني احنا كلنا بناكله كده بالطريقه ديت. هنفرد بقى في، نمسك كيس نقطعه كده ونفتحه نفرد بيه العجينه كده. احنا قسنا تمام كده، مقاس العجينه حلو. هنقص كده علشان نعرف نشيل الكيس ونفضيه واحده واحده. يعني عايزه بقى تعملي بالطريقه دي، عايزه تفرديها حته حته وتحطيها براحتك خالص، اعملي اللي انتي حباه. احنا حبينا نوريكي المكونات وانتي براحتك اعملي بقى كل خطوه انتي عايزه، اللي هتريحك واللي هتبقى خفيفه عليكي. كده بقى انا بدات انزلها. هي جت وانا بنزلها راحت جايه متفرفته مني من هنا. بصي بالكيس كده بقى وتساوي وشها، يعني تعملي بالكيس كده وتساوي الوش بتاعها علشان تعرفي ايه تسويه، يعني يبقى الملمس بتاعها حلو ناعم. يعني مش مشكله بقى يعني الحاجات السمرة اللي باينه دي مطرح ما انا العجينه اتلخبطت مني وانا بحطها، كل ده هيتدارى مش هيبان معاكي. بالشوكه كده ندوها منظر حلو كده. سهله خالص يا جماعه والله وبسيطه. آه، يعني اعملي وجربي بقى وما تقوليش لا ممكن تبوظ مني، لا مش هعمل حاجه زي كده، لا مش عارف ايه. لا جربي واعملي كل حاجه، ما تخافيش. خلي قلبك جامد كده واعملي اي حاجه شفتيها. جربي مره تنفع ومره تخسر بصوا الحجازيه لازم تتقطع قبل ما تخش الفرن. عايزه بقى تقطعيها مربعات، تقطعيها سمبوكسات، حسب التقطيعه اللي انت هتعرفي تقطعيها. هي التقطيعه دي سهله جدا، يعني هتجيبيهم كده وبتجيبي من الجنب كده وتيجي عوجاها معاكي السكينه هتلاقيها طالعه معاكي سمبوكسه شكلها حلو يعني. عايزه تقطعي مربعات خير وبركه، اي حاجه يا جماعه. يعني احنا بس يعني نعمله ونبداه كده ونجربه. وبكده الصينيه بتاعتنا طلعت من الفرن. هنمسك بقى التقطيعات اللي احنا قطعناها، نعيد عليها تاني كده بالسكينه بالطريقه ديت. بصوا يعني يعتبر انا دفت، يعني هي دافيه دلوقتي ما لحقتش تبرد. وما شاء الله بصوا عامله ازاي، يعني ما فرفتتش وما عملتش معايا كده، يعني زي باظت كده. كده بقى الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله.